ورحمة الله وبركاته. المربع السحري اللي كل الأمهات بتشتكي منه، خلّي بالكم في مربع سحري في الجمع، وفي مربع سحري في الطرح، لكن أنا هاشتغل إيه، كمِس إيمان النهارده هاشتغل المربع السحري في الجمع بس، إزاي بنوصّله لولادنا بأسهل طريقة من غير ما نحس إن إحنا عاملين ضغط عليهم أو تروح ما شاء الله أو هُم يستجيبوا بسرعة جدًا للمسائل دي. تعالي أقول لِك إن دلوقتي عندنا 73 زائد كام يدّيني 96. بُصّي يا مِس إيمان، بنعمل أول حاجة بنعِد هنا في مربع فاضي المفروض إن أنا أحُط فيه رقم، طيب بنعِد منين؟ قال لك بنعِد من ال3 لحد ما نوصل لل6، يعني إيه؟ نقول بعد ال3 4، 5، 6. كام صباع يا مِس إيمان لمّا وصلت لرقم 6 وبُقّي نطقه وعينيّا شافته كام هنا مشيت كام خطوة، مشيت 3 خطوات، مشيت 3 خطوات، آخُد ال3 دي واكتبها فين، واكتبها هنا. طَب أنا عايزة أتأكد أقول له 3 و3 6 برافو عليك. طيب 7 زائد كام، زائد مربع فاضي هيدّيني 9، هنعمل إيه يا مِس إيمان، هنعِد من الصغير اللي هو ال7 لحد ما نوصل للكبير اللي هو مين، ال9. إحنا هنا بندوّر على حد مش موجود، يعني فينا حد مش موجود بندوّر إحنا عليه عشان نجيبه، حلو، يالّا قُل لي بعد ال7 8 9 ده أنا بُقّي نطق ال9 وعينيّا شافتها، مشيت كام خطوة، مشيت 1، 2 وأروح كاتبة هنا الإيه، ال2. يصبح الرقم 23. لازمًا تعوّدي ابنِك إنِّك تقرأ الرقم بعد ما تكتبه، لو جه ناتج أي شيء يكتبه. طيب يكتبه ويقرأه 23. بُصّي بقى كمان لو أنتِ جدعة قولي له إيه، قولي له فين الأحاد هيقول لِك ال3 تنزل بكام في قيمتها الرقمية 3، فين العشرات ال2 تنزل بكام ب20. خدتِ بالِك؟ شغّلي دماغه. ها السابق لل20 السابق لل10 تمام، الجمع بين الاتنين لو جمعتهم مع بعض وهكذا، شغّلي دماغه. طب ناخد واحدة كمان علشان خاطر نبقى فاهمين أكتر. 7 زائد كام 4 زائد كام يدّيني 7 هنعِد من ال4 لحد ما نوصل ونسمع رقم 7، بعد ال4 5، 6، 7 سمعته وشُفته ونطقته، يبقى كام صباع 1، 2، 3 يبقى ناخد ال3 ونكتبها في المربع ده، تمام، جميل، هنعِد من ال6 لحد ما نوصل أيوه زي ما أنت قُلت لحد ما نوصل لل9، بعد ال6 7، 8، 9 شُفته، نطقته، كتبته. يبقى كام صباع 1، 2، 3 واكتب هنا الإيه، ال3. ده كده بالنسبة للمربع السحري في الجمع، بأسهل طريقة لولادنا اللي في KG2 واللي في أولى ابتدائي، دي طريقة الحل، امشوا بيها بالضبط هتلاقوا الدنيا معاكم زي الفل. استنونا بقى في المربع السحري في الطرح، بس خلّي بالكم مين اللي سألني وقال لي: "مِس إيمان بتشتغلي من كتاب إيه؟" طبعًا باشتغل من كتاب الإيمان في الرياضيات، كتاب حلو جدًا، جدًا يعني فوق الرائع ما شاء الله، فيه تمارين كتيرة جدًا، جدًا اللي إحنا كلنا كأمهات بنبقى هنموت عليها، في كمان الأشكال الهندسية، في كمان الجمع بكل أشكاله والسابق والتالي ومجموعات العدد 4 و3 و2 و1. بصراحة الكتاب مش سايب حاجة إلا عاملها وإلا وافي وكافي بصراحة بيها. مستنياكم، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، استنونا في فيديو تاني، السلام عليكم.